يعني بعد ما جرينا عمليه القرعه وتحصلوا الملاكمين تاعنا في الثمن النهائي، دور الثمن النهائي، وراح يلاكم يعني اي تبقى مع الكوبي والمقادي مراد مع الفرنسي اللي سبق ونعرفوهم يعني كثير. هادو الملاكمين هادو وين سبق وين درناهم معاهم تربصات وين جرينا معاهم مقابلات في دورات دوليه. وبالنسبه لاي تبقى في وزن 63 و500 اللي راح يتلاقى مع الكوبي اللي البارح وين جرات مقابله بين الكوبي والغينيا الجديده اللي رحت تفرجت يعني الكومبا تاعهم وكنت ديت معلومات على الملاكم الكوبي. واليوم كانت فوت حصه تدريبيه غير مع الملاكم اي تبقى على خصمه اللي راح يتلاقى به مع الكوبي. كنت اعطيته نصائح كيف يلاكم مع الكوبي وكيف يكون رد الفعل تاع الملاكمين. واش تحب نقول لك ان شاء الله يعني نتيجه ايجابيه اللي راح تشرفنا. احنا تشرفنا وتشرف الجزائر ان شاء الله. احنا ماذا بنا اي تبقى ان شاء الله تكون يعني الفوز تاعو غدا ان شاء الله يعني ماشي سهله، تكون صعيبه شويه كثير. الملاكمه والفن النبيل طالما مثلت الجزائر احسن تمثيل في النسخ الماضيه من الاولمبياد. سلطاني الله يرحمه وبحاري علالو، ما هي حظوظ الملاكمه الجزائريه في هذه الاولمبياد النسخه 33؟ احنا يا بعد تقريبا 22 سنه ما دخلتش يعني ميداليه الجزائر الاولمبيه من وقت علالو. ما نقولكش على موسى وبوزاوي وبحاري وسلطاني، ربي يرحمه ان شاء الله في هذا اليوم. بعدها يعني بعد عندها 20 سنه ما دخلش الميداليه من وقت علالو. يعني ان شاء الله ماذا بينا احنا يعني راح ندخلوها بعد علالو اي تبقى ولا كادي ان شاء الله تكون هما الاثنين ان شاء الله هما اللي راح يعني كومبليتو لا ميداي تاع علالو ان شاء الله. وعلاش لا.